السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم حبيباتي. رجعت لكم أم آلاء بهمسة من همسات الشفاء موجهة بالأخص محاربات سرطان الثدي. تحدثوا على الرجيم القاسي اللي تبعوه بزاف من المحاربات من غير ما يعرفوا خطورته. كاين بزاف من محاربات سرطان الثدي كي يسمعوا كلمة رجيم يجي في بالهم باللي لازم يقطعوا كلش، ينقصوا بزاف في الماكلة ولا حتى يباتوا بلا عشاب. هذا التفكير جاء من الخوف من زيادة في الوزن بسبب العلاج، الخوف من الهرمونات، الخوف من الانتفاخ، وحتى الخوف من كلام الناس. بصح الحقيقة مختلفة تماما. على واش رانا نسمعوا؟ الجسم راهو يحارب في مرض كبير كيما السرطان، ماشي محتاج تجويع، بالعكس راه محتاج قوة. المرأة كي دير لا شيميو ولا لا راديو تيرابي ولا تضرب البرات زولادكس ولا تشرب الدواء الهرموني اغميداكس، كامل هذه العلاجات راح تبدل الهرمونات، تنقص الطاقة وترهق الجسم. الرجيم القاسي ممكن يزيد يضر. بزاف اخوات نقصوا بزاف في الميزان في وقت قصير، من بعد بدات تظهر عندهم مشاكل، دوخة، فقر دم، تعب مستمر، الشعر يتساقط أكثر، المناعة تهبط، وحتى النفسية تولي منكسرة. السيدة اللي تفكر باللي راهي تدير حاجة مليحة لجسمها هي في الحقيقة راهي تحط روحها تحت ضغط جديد وهي ماشي واعية. الجسم اللي راه يعالج محتاج بروتين قوي باش يبني الخلايا، محتاج نشويات باش يعطي الطاقة، محتاج دهون صحية باش يوازن الهرمونات. كي تحرمي روحك من هذه المكونات العلاج راح يولي أثقل، التعب يزيد، الألم يكبر، ومن جهة أخرى الرجيم القاسي راح يأثر حتى على الكبد والكلى. هذا العضوين بالذات راهم أصلا خدامين فوق طاقتهم باش يتعاملوا مع الأدوية القوية اللي رانا نديروا فيها. وزيد أكثر كاين نقطة مهمة بزاف هي هرمون الاستروجين. بزاف تبلهم باللي التجويع ولا قطع الأكل يهبط الهرمونات، بصح الحقيقة العكس تماما. الرجيم القاسي يزيد يخلق توتر وإجهاد في الجسم، والتوتر يزيد يخلي الهرمونات تلعب، وحتى الدهون إذا نقصت بزاف الجسم يدخل في حالة ستريس ويبدأ يخزن أي حاجة يأكلها من بعد. والخطير كذلك هو أنه بعض المحاربات يروحوا للإنترنت يشوفوا رجيم بدون سكر، رجيم بدون نشويات، رجيم الماء فقط، صيام الطويل، صيام متقطع، ويديروهم بلا استشارة. وهذه الأنظمة كامل ما هيش معمولة للمريضات اللي يديروا علاج هرموني ولا لا شيميو. كاين أجسام تتحمل وكاين أجسام تطيح، كل وحدة والحالة نتاعها. أكثر حاجة لازم تعرفيها يا محاربة هي الضعف ماشي دايما علامة صحة، وزيادة شوي وزن ماشي معناها راكي تفشلي. الأولوية تاعك اليوم ماشي تكوني ضعيفة، أولوية تكوني قوية. جسمك اليوم راهو في معركة، والمعركة تحتاج سلاح، والسلاح هو الأكل المتوازن. ماشي لازم تاكلي بزاف باش تكوني مليحة، ولا لازم تحرمي روحك باش تضعفي. كولي شوية بصح متنوع، بروتين كيما الدجاج، البيض، اللحم بلا دهون، العدس، الحمص، نشويات كيما الخبز الأسمر، الأرز البني، الشوفان، دهون صحية كيما زيت الزيتون، المكسرات، خضر وفواكه بصح بدون مبالغة، والماء ثم الماء ثم الماء هو رفيقك الدائم. وإذا حبيتي ديري ريجيم لازم يكون تحت إشراف طبيب تغذية فاهم وضعك الصحي وعلى باله وش من دواء ولا بروتوكول علاج راكي تبعي فيه. ماشي كل حاجة نشوفوها على الانترنت راح تصلح لنا. جسم المريضة مختلف عن جسم إنسان عادي، واحتياجاتها مختلفة ثاني، وخاصة نفسيتك. الرجيم القاسي يعطي شعور بالحرمان، وكي تولي محرومة نفسيتك تطيح، وكي تطيح النفسية العلاج يولي أصعب. خلي روحك تاكلي بهدوء بلا ذنب بلا ضغط، كولي باش تعيشي باش تقوي روحك ماشي باش ترضي الميزان. في الأخير نقولوا لكل محاربة صحتك أهم من شكلك، قوتك أهم من أي رقم في الميزان. كوني رحيمة بروحك وما تضيفيش حرب جديدة فوق الحرب اللي راكي عايشاها. أنا كامل نعرفوا صعوبة الطريق، بصح
كذلك نعرفوا باللي المرأة القوية تقدر تنتصر بالراحة وبالطعام الصحي وبالعناية بروحها. الطريق راح يولي أخف بزاف وبإذن الله. وصلى الله على محمد وسلم عليه تسليما.